ازاي نختار الليفت علشان نخلله؟ لازم لما تختاري الليفت يبقى الحجم بتاعه ما بين المتوسط والصغير نوعا ما، بلاش تجيبي الحجم الكبير قوي. هفرجك الاحجام اللي بنجيبها بتبقى عامله ازاي. وكمان لما تجيبيها حاولي انك تجيبيها ناشفه، بلاش انك تجيبي الطريه اللي بتبقى بتضغط معاكي وتبقى عامله زي الاسفنج، لانك لما هتقطعيها هتلاقيها في النص فاضيه، يعني كده بالبلدي بنقول عليها شيخه. لما بنيجي نغسل الليفت بتاعنا وننضفه كويس قوي، وكمان بنقطع الراس وبنقطع الديل بالشكل اللي احنا شايفينه كده. وكمان الشعيرات اللي بتبقى موجودة أو الألياف اللي موجودة في الليفت أنا بحب إن أنا أشيلها، بس خدي بالك وانتي بتشيليها حاولي إنك ما تجيش قوي على اللون اللي احنا شايفينه باللون الموف ده في الليفت، لأن ده بيديني لون حلو قوي لمية الليفت، وده سر اللون الخاص بمخلل الليفت. البنجر برضو هنجيب واحدة بنجر كده حلوة كبيرة أو متوسطة وهنستخدمها. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه هنجيب اللفت بتاعنا ونقطعه. التقطيع بتاعنا بيبقى بالحجم الوسط، يعني لا يبقى صغير قوي ولا كبير قوي، علشان لا يتهري مننا ولا ياخد وقت مننا في التسويه. ونقطعه مكعبات بالطريقه دي. انت حابه انك تقطعيه صوابع او تقطعيه شرايح براحتك، بس هي دي افضل يعني الحقيقه تقطيعه بالنسبه لي. وقطعنا البنجر. هنا المحلول بتاعنا، خليني اقول لكم ان الملح ده في الليفت بيبقى حسب الرغبه، يعني انا حطيت على دوره الميه ده بالظبط كده معلقتين ونص من الملح ويكونوا كبار شويه، ومعلقه سكر علشان ده اللي هيحافظ على القرمشه بتاعه الليفت. هنكون معقمين البرطمان بتاعنا كويس قوي ومجففينه تماما بشويه ميه مغليه ونرجه وهو مقفول، ولما نفتح البرطمان ويديني التكه كده اعرفي انه كده تمام وتعقم. نبتدي اننا نعبي الليفت بتاعنا. انا كمان بحب اخد العروش الخضراء دي اللي بتبقى في راس الليفت وبغسلها كويس وبخللها معاه، بيبقى طعمها جميل قوي. ونحط حبة لفت ومعاهم قطعتين من البنجر وورقتين لورا، نحطهم في المخلل في الوسط، علشان ورق اللورا قلت لكم قبل كده هو مضاد حيوي لأي بكتيريا وبيمتص أي ريحة وحشة. أنا مش بحب أنقع اللفت الحقيقة في ملح قبل ما ابتدي أخلله، لأن ده بيفقده كل المعادن المفيدة، وبالتالي مش هتاخدي منه غير ألياف، يعني بتاكلي ألياف وبس، وده مش هينفع. هنا هنبتدي بعد ما عبينا البرطمان هنحط كمان ورق لورا على الوش، ونبتدي ننزل بالمحلول بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. هنغطي اللفت يعني تقدري تقولي إلا نص عقلة صباع بالشكل ده. ونجيب كيس تلاجة نضيف جدا ونطبقه ونضغط بيه الوش بالشكل ده، وده يضمن ان اللفت معاكي لا يدخله هوا ولا كمان الوش بتاعه يبقى غامق. ونقفله كويس جدا ونديله رجة بالطريقة دي خلال ال10 أيام الخاصة بالتخليل. وانتي رايحة وانتي جاية تبتدي انك انتي ترجيه بالشكل ده. يلا بينا نسمع مع بعض القرمشة بتاعة اللفت. انا كنت مخللة من 20 يوم وجبت اللي تخلل وحبيت اني اوريكم النتيجة. وبس كده 10 أيام بالظبط، وتكليب ألف هنا.